قبل ما تبدا بغيت نطلب منك انك دير لي كيت وتغمض عينيك وتحط راسك على يديك ويلا سافر معايا العالم ديالي. سلام، مرحبا بك في اكستازي 65 يوم. نهار 26، قدر كل لحظة في حياتك. نهار 27، الليالي العربية السحرية الروحانية. نهار 28، دعاوي والديك اللي ما كيتردوش. نهار 29، ما غاديش تفهم الألم والمعاناة ديال واحد الشخص حتى تجرب نفس الألم حتى انت. نهار 30، البشر هما واحد الكائنات اللي ما كاينش في حالهم. يلا نبداو على بركة الله. نهار 26، قدر كل لحظة في حياتك. خاصك تقدر كل لحظة في حياتك وكل شخص في حياتك. قدر كل لحظة واحتفل بها لأن الحياة قصيرة بزاف. قدر هادوك اللحظات اللي مع أحبابك وعائلتك وصحابك، من أصغر حاجة لأكبر حاجة في هاد الحياة. قدر اللحظات كيف اللي ما غاديش تقدر تعيشهم مرة أخرى. اللحظة الوحيدة اللي عندك هي دابا، وخاصك تعيشها بأحسن طريقة ممكنة. الحياة هي واحد الصراع زوين، خاص كل شيء يواجهه، ولهذا السبب تقبل أي حاجة عطتها لك الحياة بكل إخلاص. اليوم هو أثمن وأغلى وقيته في حياتك، واجهه بكل سعادة لأنك ما عرفش إمتى غادي تكون اللحظة الأخيرة ديالك. نهار 27، الليالي العربية السحرية الروحانية. كاينة واحد الحاجة كتميز الليالي العربية، هي الروحانية ديالها. كتحس باللي داك السكات اللي تيمشي مع الريح بحال الا تيهضر معاك. النجوم تيبانو لك بحال شي قطع ديال الالماس كتبري وسط الظلام. واحد الجمال اللي في شكال، واحد الجمال اللي يقدر يفتنك. كاينه شي حاجه سحريه ما تقدرش توصفها في هاد الصحراء. فاش كتشد الرمله في يديك وانت غارق في الغموض ديال هاد البلاصه، واش فايت ليك سولتي راسك شحال ديال الناس عاشوا في هاد البلايص اللي خاويين؟ غادي تولي عارف النغمات زوينين ديال هاد البلاصه اللي واعره بزاف. في هاد البريه غادي تحس بواحد السلام اللي عميق بزاف، اكتر من داكشي اللي تقدر تفهمه. خليه الحياه البريه تجوشيك. نهار 28، دعاوي والديك اللي ما كيتردوش. البركة الحقيقية اللي يقدر الإنسان ياخدها في حياته هي بركات الوالدين، أو لا كيف ما تنقولوا رضاة الوالدين. إلا كانت عندك بركة والديك فحتى شي حاجة ما غتمنعك أنك تنجح في حياتك وتوصل لداكشي اللي بغيتي، وحتى شي حاجة ما غتأذيك حتى لآخر يوم في حياتك. ربي جعل والدينا هما السبب حتى جينا لهاد الدنيا، هما مصدر الحب اللي ما كاينش في حاله. ولكن حنا بعض المرات تنبغيو نتجاهلوا الوجود ديالهم وتنساو شحال عذبناهم فاش كنا صغار. والوقت اللي تنبداو نكبروا وكنطوروا في حياتنا كنساو انهم حتى هما راهم بداو تيكبروا. بغيتك تفكر انه ما كاينش شي حاجه مهمه في هاد الدنيا بحال والديك. كن سبب في الابتسامه والفرحه ديالهم، هما اللي تيخليونا متحكمين في راسنا والدفا ديال عينينا. نهار 29، ما غاديش تفهم الألم والمعاناة ديال واحد الشخص حتى تجرب نفس الألم حتى انت. يمكن ليك تصرف بحال الا راك فاهم الألم ديال واحد الشخص، ولكن باش تفهمو بصح راه شي حاجة اللي مستحيلة. باش تفهم الألم خاصك تعرفه مزيان. تقدر تقول لشي واحد باللي راك فاهم باش تيحس، ولكن في الحقيقة انت راك ما فاهموش، لأن داكشي اللي تيحسو به بعيد بزاف على الفهم ديالك. هما بوحدهم اللي تيعرفوا داكشي اللي تيدوز عليهم. تقدر تجرب انك تواسيهم، ولكن عندك تقول انك فاهم داكشي اللي تيحسو به. فهاد الشي راه غير غادي يخليهم يتألموا اكتر من الاول.
يمكن ليك تكتفي بكلمات حنينة وزوينة اللي غادي تكالميهم. هاد الكلمات الا اختاريتيهم مزيان وبعناية غادي يكون عندها واحد القوة هائلة باش تخفف عليهم الآلام. تقدر تفكر الأحزان والآلام ديالك والخسائر ديالك والمرات اللي خاب فيها ظنك بزاف، باش تذكر كيف حسيتي وكيفاش كنتي كتفكر هذيك اللحظة. ولكن راه خاصك تبقى مركز على الراحة ديال داك الشخص وتخفف المعاناة ديالو. نهار 30. البشر هما واحد الكائنات اللي ما كاينش في حاله. البشر ماشي عاديين، حتى شي كائن ما يمكن ليه يجي في بلاصتهم. البشر ما كاينش حدود الامكانيات ديالو، هما قادرين يتجاوزوا حدودهم في كل شيء. هما اللي اخترعوا الكهرباء، الطائرات وتقنيات بزاف ديال الحوايج، وما يقدرش حتى شي نوع ديال الذكاء الاصطناعي انه يجي في بلاصة الانسان. ربي خلق البشر باش يعمروا الارض والسماء. قال الله تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ولهذا السبب ما تقللش من قيمة راسك. انت صنعتي باش تفوت الحدود ديالك، باش تحدى راسك في كل لحظة. ما كاينش شي انسان كيتولد مختلف، كلنا متساويين، واهم قاسم مشترك بيناتنا وتيجمعنا هو القلب اللي تينبض بحال قلوب كل شيء. حنا تصنعنا باش نديرو شي حاجة اللي متميزة، شي حاجة اللي مقدر لينا نديروها. ما تديرش حدود لراسك. دابا السما ماشي هي الحد الاقصى، فوت الحد.